اليوم بدنا نعمل كشك الفأرة محلاية سورية. المكونات: عنا 4 لتر حليب، عنا هون لوز مطحون، كوب لوز مطحون، كوب سكر، وكوب نشا، وعنا هون فنجان صغير ماء زهر، وعنا هون مسكة معلقة كبيرة، وفانيلا نص معلقة. هلا بلشنا نوضع الحليب بالطنجرة. 4 لتر حليب. هدول الحليبات لساتهم باردين مشان هلا ندوب معهم النشا واللوز، ندوبهم على البارد. هاي كوب السكر هلا عم نحطه، وهي عنا كوب النشا، وهي كوب اللوز مشان هلا ندوب معهم النشا واللوز، ندوبهم على البارد. هاي كوب السكر هلا عم نحطه، وهي عنا كوب النشا، وهي كوب اللوز. هلا هدول ندوبهم على البارد. وهلا جاري عملية الخلط مشان ندوب النشا يتجانس مع بعضه هو الحليب والمكونات الباقية. وهلا وضعنا الحليب على النار، وهلا بنضل عملية التحريك مستمرة حتى لا يلدع. وهلا بلش يتكاثف معنا الحليب. هلا هنبلش نحط المسكة، ونحن طبعا عم نحرك. هلا الحليب عم يتكاثف معنا. وهلا رح نضع الماء زهر ونحرك حتى يتجانس معنا. هلا حنحط الفانيلا نص معلقة عشان تعطيها نكهة ظريفة هي والمسكة، ونستمر بالتحريك. وهلا بعد ان تجانس وسمك الحليب هلا مسكبه بزبادي، وبس يبرد بنحط له الفستق الحلبي على وشه واللوز. وهلا انتهينا من عملية السكب. هي سكبناهم بالزبادي. هلا بنتركهم شي ساعة بس ليبردوا، وبعد ما يبردوا احنا حضرنا جوز الهند وفستق الحلبي واللوز المكسر. هلا هدول نحطهم على وشهم ونتركهم بالبراد. وصحتين وهنا. ان شاء الله نلقاكم في فيديو تاني. تابعونا على قناة ياسر أويو، وشكرا لكم، وادعمونا بالقناة من أجل أن نستمر.